اكيد غادي تكون شي مره دخلتي للسوبر ماركت باش تشري غير الحليب والخبز مثلا، حتى لقيتي راسك خارج بكروسه عامره وخاسر 300 درهم او اكثر. هادي ماشي صدفه، هادو فخاخ نفسيه مدروسه داروهم لي سوبر ماركت باش يخويو لك جيبك. الفخ الاول، الاساسيات هما اللي كيخليهم لك في الاخر. الا لاحظتي بلي الحليب البيض واللحم مثلا ديما كيكونوا هما في اخر السوبر ماركت، علاش؟ باش يخليوك انت تمشى وتقطع المحل كامل وتشوف الاف المنتجات اللي انت ما محتاجهاش، وعقلك كيبدا عليك خذ هادي زيد هادي زيد هادي، وانت راه ما غاديش تحتاجهم اصلا. الفخ الثاني هو المستوى ديال العين. كل ما كان المستوى ديال العين كيشوف واحد المنتج، كل ما الفرصه انك تشريه كتكون كتر. الشركات اللي كبار كيدفعوا فلوس كثيره باش ان السلعه ديالهم تبان هي اللي قبلت المحل، يعني كتكون مقابله مع عينك نيشان. الا بغيتي توفر ديما تشوف لتحت، شوف دوك لي زيطاجير اللي كاينين لتحت، تما غادي تلقى الماركات الرخيصه والجوده راه بحال بحال. الفخ الثالث وهو ديك الكروسه الكبيره. واش عارف باللي الحجم ديال دوك الكرارس كبر ب 40% في السنين الاخيره؟ يعني عقلك راه كيحس بالنقص الا كانت الكروسه خاويه، وكتبقى تعمر فيها بلا ما تحس. النصيحه ديالي، الا كنتي غادي تشري شويه، هز واحد القفه في يدك غادي تعيا، ولكن على الاقل لا تحبس من الشراء دغيا. ودابا غادي تقولوا لي شنو هي الحاجه اللي ديما كتشريوها وما محتاجينهاش؟ طاقي داك صاحبك اللي ديما تيدخل يشري بوله وكيخرج بواحد الكروسه عامره بالسلعه.